start before you're ready. ابدأ قبل ما تكون جاهز. الجملة دي غيرت حياة شاب الكل كان شايف إن هو هيفشل. في يوم من الأيام كان في شخص قرر يتعلم لغة جديدة. في الأول في بداية التعلم كان بيتلعثم في الكلام، وكان بينسى الجمل والكلمات، وكمان النطق بتاعه كان ضعيف. في الأول الناس بدأت تضحك عليه، في اللي بدأ يقوله أنت مش هتتعلم، وفي اللي بدأ يقوله سيبك من الكلام الفاضي ده. لكن هو ما استسلمش لكلام الناس وقرر ان هو يكمل. كل يوم كان بيتعلم 10 دقايق، كل يوم خطوة صغيرة. every day a small step. في اول شهر ما كانش في تغيير، وتاني شهر برضه ما كانش في تغير واضح، لكن هو قرر ان هو يكمل. لكن في حاجة في النقطة دي وفي الحتة دي بالتحديد اغلب الناس بتبطل، لانهم بيلاحظوا ان مفيش تغير. ودي المشكلة اللي احنا بنقول عليها، انك انت المفروض تبدأ بحاجة صغيرة، حاجة صغيرة عشان تستمر فيها، وما تستناش الكمال وتبدأ فيها على طول. بس المهم انك انت تستمر فيها، وكمان تحط في بالك ان الحاجة دي مش محتاجة حماس، الحاجة دي محتاجة استمرارية، الحاجة دي انت محتاج انك تخليها من ضمن يومك، انك انت هتستمر عليها على طول، مش مجرد شهر او شهرين وهتشوف نتيجة. مثلا لو لقيت هتكمل، ما لقيتش هتبطل. بس عارفين ايه هي المشكلة؟ ان الناس بيحبوا التغيرات السريعة. عايز من اول اسبوع يتعلم لغة، وعاوز من اول شهر يبقى شاب رياضي ويبني فورمة. لكن النجاح بيحب الصابرين، وعشان تصبر في الحاجة لازم تحبها. انا مثلا هصبر في حتة الرياضة عشان خاطر انا حابب اعمل رياضة كل يوم، بتديك مثلا طاقة ايجابية، بتخلي مزاجك حلو، بس فانت هتستمر عليها على طول وهتحب حتة الرياضة دي. كمان في حتة الانجليزي، انت مثلا هتحب حتة الانجليزي كأنك مثلا كل يوم بدل ما بتقول الجملة بالعربي تقولها بالانجليزي، هتلاقي فيها متعة الحتة دي اصلا. مش هتحتاج انك انت تستعجل في حتة تعلم الانجليزية. بس فالنجاح بيحب الصابرين. لو رجعنا لحياة الشخص ده هتلاقي ان حياته اتغيرت، والناس بدأت تسأله انت ازاي عملت كل ده؟ جاوب عليهم ساعتها بجملة واحدة بس: start before you're ready. ابدأ قبل ما تكون جاهز. بس كده خلص الفيديو بتاعنا، وما تنسوش تكتبوا الآراء بتاعتكم في الكومنتات. سلام. وفي حاجة ما تنساش تعمل سبسكرايب. سلام.